صباح الخير صديقي الفلاح صديقتي الفلاحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في فيديو النهاردة هنتكلم عن المحتوى الدراسي لأقسام كلية الزراعة، زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. بس قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة، حابين نتكلم شوية عن كلية الزراعة ومجال شغلها. كلية الزراعة تحسها الكلية الوحيدة اللي بتتحنن وبتطبطب عليك كده كطالب علمي، وتقولك ما تزعلش. لو كان نفسك تدخل هندسة، فبتديك قسم هندسة زراعية وبتاخد لقب مهندس زراعي. لو ما دخلتش كلية صيدلة، فموجود قسم في الكلية اسمه تخصص النباتات الزينة الطبية والعطرية، وكمان بتفتح محل مبيدات باسمك. طيب لو ما دخلتش طب بيطري، فمتاح ليك قسم إنتاج حيواني وداجيني، بيشمل كل حاجة عن الحيوانات والدواجن، وزيك زي طالب بيطري بالظبط، وبتاخد كمان لقب دكتور زيك زي طالب بيطري. طيب لو ما دخلتش طب بشري، يا باشا أحلى دبلومة بعد ما بتخلص دي اسمها دبلومة التحاليل. بتعمل دبلومة التحاليل وبتفتح أحلى معمل تحاليل، وزيك زي طالب الطب. طيب ما دخلتش علوم، طبعا اللي ما تعرفوش ان كلية علوم هي كلية شبيهة لكلية الزراعة، مع اختلاف طبعا بعض الأقسام، وكمان اختلاف اللغة، لأن في كلية العلوم بيدرسوا باللغة الإنجليزية، إنما في الزراعة متاح زراعة عربي وزراعة إنجليزي. تمام. آه، طب أنا ما دخلتش تجارة، فكلية زراعة بتقدم لك قسم إدارة الأعمال الزراعية، وهو قسم مصغر لكلية التجارة، ولكن بيهتم أكتر بالجانب الزراعي، لأن طبعا في كلية زراعة. وأخيرا في شغل خبير زراعي في وزارة العدل، وده طبعا بيكون من قسم الأراضي والمياه. وبس كده، دي مقدمة فيديو النهاردة، وقد إيه كلية الزراعة كلية عظيمة وبتشمل جميع المجالات، على عكس ما الناس فاهمة. طبعا الناس جهلة الكلام ده كله، واخدة فكرة وحشة جدا جدا عن كلية الزراعة، في حين إن هي كلية كبيرة جدا وتشمل جميع المجالات الهندسية والزراعية والطبية والأدبية كمان. وبس كده، دي كانت مقدمة فيديو النهاردة، وندخل بقى على فيديو النهاردة، وإيه هو المحتوى الدراسي لأقسام كلية الزراعة. طبعا لو أول مرة تشوفني وما شفتش الفيديو اللي فات، فأنا هسيب لك لينك الفيديو اللي فات في الكومنتات وفي الديسكريبشن، روح شوفه، هو فيه كل حاجة عن كلية الزراعة. ويلا نبدأ الفيديو. مبدئيا يا صديقي، أول قسم معانا هو قسم الأراضي والمياه. قسم الأراضي والمياه قسم من أفضل أقسام كلية الزراعة، وليه أهمية كبيرة جدا جدا. ومحتوى الدراسي هو إن أنت بتدرس التحليلات الكيميائية للأراضي، وبتدرس تلوث الأراضي والمياه والنبات، وكمان بتدرس حفظ وصيانة الأراضي. طب يعني ملخص القسم ده إيه برضو اللي أنا بدرسه، لأن مش فاهم حاجة؟ هقولك أنا. أنت بتدرس في القسم ده، بتدرس مساحة وري، بتدرس مساحة، مساحات وقياسات وهكذا، زيك زي باشمهندس المساحة. وبتدرس ري، كل ما يتعلق بالمياه، وكل ما يتعلق بشبكات الري، وكل ما يتعلق بعلاقة المياه بالتربة والنباتات، وهكذا. وبتدرس ايه تاني؟ بتدرس فيزياء التربة، بمعنى ان انت بتدرس طبيعة التربة، وبتدرس كل حاجة عن التربة. وبتدرس كمان الأرصاد الجوية والمناخ والطقس، وازاي تتنبأ بالطقس. وبس كده، ده بالنسبة لقسم الأراضي. تاني قسم معانا يا صديقي هو قسم المحاصيل. قسم المحاصيل طبعا قسم من أهم أقسام كلية الزراعة، قسم ليه أهمية كبيرة جدا. ومحتوى الدراسي هو نبات زراعي، اللي هو فسيولوجي نبات، دراسة وظائف أعضاء النبات. وكمان بتدرس أساسيات تربية النبات وإنتاج محاصيل الحقل.
طب ايه ملخص القسم ده؟ يعني برضو مش فاهمين بندرس ايه بالظبط. انت بتدرس كل المحاصيل، بتدرس اساسيات تربية النبات، ازاي تربي نبات على شيء معين او تأقلم على شيء معين. بتدرس ايه اللي بيحصل قبل زراعة المحاصيل واثناء الزراعة وبعد الزراعة، وايه الآلات المستخدمة وهكذا. بس ده قسم المحاصيل. تالت قسم معانا هو قسم البساتين. قسم البساتين بيشمل أساسيات إنتاج الخضر وأساسيات الفواكه وأساسيات إنتاج نباتات الزينة الطبية والعطرية. طيب ايه الملخص؟ الملخص انه بيدرس انواع الفاكهة والخضروات ونباتات الزينة الطبية والعطرية، ومنه اللي بيستخلص في علاج الأمراض وهكذا. ده بالنسبة لقسم البساتين. رابع قسم معانا هو قسم الإنتاج الحيواني والداجيني. قسم الإنتاج الحيواني والداجيني دراسته بتشمل إن أنت تعرف إزاي تهتم بالحيوان والدواجن وتغذيتهم وكمان إزاي تعالجهم من أي مرض. القسم ده يعني زي كلية بيطري بالظبط. نفس الكلية في كل حاجة. وكمان بعد ما بتخلص انت لقبك اللي هتكتب لك هو باشمهندس زراعي، ولكن بتاخد لقب دكتور بيطري من الناس، وبتكون زيك زي طالب بيطري عادي جدا. ده بالنسبة لقسم الإنتاج الحيواني والداجيني. خامس قسم معانا هو قسم علوم الأغذية والألبان، أو ما يسمى بقسم الصناعات. قسم الصناعات قسم بيهتم بالألبان ومنتجات الألبان، وكمان بيهتم بالأهمية الغذائية والصحية للألبان. وكمان بندرس الميكروبيولوجي للأغذية، وبندرس طرق حفظ الأغذية. يعني بالملخص كده القسم ده انت بتدرس فيه كل حاجة عن الأغذية، ومنه بتكون أخصائي تغذية، وكمان تقدر تفتح عيادة تخسيس، وبيكون زيك زي دكتور التخسيس. ولكن انت بتكون أخصائي تخسيس، ولكن برضو بتاخد لقب من الناس ان انت دكتور عادي جدا. فانت لو مهتم بالألقاب فده قسم كويس جدا، وشغله متوفر جدا جدا، ومجال كويس جدا. سادس قسم معانا هو قسم البايوتكنولوجي. قسم البايوتكنولوجي بيهتم بدراسة التحليلات الكيميائية، وكمان أساسيات وراثة تطبيقية، وكمان بيدرس ميكروبات صديقة وإيه فوائدها على الإنسان. وبس كده، ده محتوى البايوتكنولوجي. والملخص بتاعه ان انت يعني بتدرس دي ان ايه، وبتدرس ميكروبات صديقة، وكلام يعني ما يقارب بالأحياء كده بتاع تالتة ثانوي، فيها يعني شبه كبير منها ولكن بتوسع شوية. بس كده، ده قسم البايوتكنولوجي. سابع قسم معانا وهو قسم مكافحة الآفات وأمراض النبات، وده بيشمل في دراسته دراسة المبيدات، دراسة نحل العسل. بتدرس كل حاجة عن النحل والعسل والمناحل بصفة عامة. بتدرس كمان دودة الحرير، كل حاجة عن دودة الحرير. وكمان بتدرس بيئة وانتشار ومسببات الأمراض. إيه بيئة وانتشار ومسببات الأمراض؟ بتدرس الأمراض المنتشرة، جميع الأمراض، وإزاي تعالجها، وإيه المسبب المرضي اللي تسبب في المرض ده. وده التخصص ده يعني فعلا ممتع جدا جدا جدا. والقسم كله يعني من أهم أقسام الكلية فعلا، وليه شغل كتير جدا جدا في سوق العمل. وفي تخصص أخير وهو نبات زراعي اللي هو فسيولوجي النبات.
وبس كده. وكده ندخل على تامن قسم معانا وآخر قسم، وهو قسم إدارة الأعمال الزراعية. قسم إدارة الأعمال الزراعية زي ما قلنا قبل كده هو قسم مصغر من كلية التجارة، تدرس فيه إحصاء واقتصاد وإرشاد زراعي، ويعني بتدرس تجارة لكن على شيء مصغر كده. ويعني من جهة الجانب الزراعي أكتر، لأن أنت في كلية الزراعة فبتهتم بالزراعة أكتر. وكده وصلنا لنهاية الفيديو صديقي الفلاح. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتفعل زر الجرس، واستنوني في فيديوهات جاية كتير. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.